اوعى تاخد المونجارو من غير تحاليل، اوعى تاخد المونجارو من غير اشراف دكتور، اوعى تزود الجرعه من نفسك، اوعى تجيب المونجارو من مصدر مجهول او من على النت وخلاص، اوعى تجيب برشام او كبسولات تحت اسم مونجارو وانت مش عارف مصدرها. مفيش برشام او كبسولات باسم المونجارو. اوعى تاخد علاج او حقن عند دكتور من غير ما تعرف الماده الفعاله وتساله: يا دكتور هي دي مونجارو ماده الترازيبتايد ولا لا؟ في ادويه كتير جدا في العيادات او حقن كتير في العيادات بتتحقن على انها ماده خارقه للطبيعه، ولا مش هي المونجارو. لازم تبقى عارف الماده الفعاله، ولما تروح لدكتور تاني لو انت غيرت الدكتور لازم تقول له انت خدت حقن ايه والماده الفعاله بتاعتها ايه. دي المحاذير مهمه جدا جدا. اوعى تاخد المونجارو وانت عندك تاريخ كانسر بتاع ده غده درقيه، اورام غده درقيه ممنوع عنها المونجارو. اوعى تاخد المونجارو وانت عندك هيستوري لامراض بنكرياس او امراض كبد او كلى. لازم نعمل كل التحاليل دي ونتاكد منها.